السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معلش اخرت عليكم الفترة اللي فاتت دي، هي فترة ما نزلتش فيديوهات. انا اسف، بس كانوا في ظروف كده، وان شاء الله ربنا يسهل الحال ونستمر معاكم وننزل فيديوهات منتظمة ان شاء الله في اوقات منتظمة باذن الله. كنت رجعت للتعليقات بتاعت حضراتكم، كان في حد سألني على موتور شارب امكانياته وظروفه ايه. كان باعت لي هو عنده شقه في الدور السابع ومحتاج يشوف يشغله هينفع يشتغل عليها ولا لا. للاسف حضرتك انا النهارده جبت لكم موتور شارب، وهنعمل لكم عليه كل البيانات بتاعته ونقول لكم ايه ظروفه بالظبط. موتور شارب عزيزي المشاهد عباره عن موتور صيني. الموتور ده هو مفترض ان هو متداول في السوق، انه يحمل قدرة 1 حصان، يعني القدرة بتاعته 1 حصان. بس هو حقيقة الفعل بتاعه هو ما وصلش ل1 حصان او 1 الا ربع. هو حقيقة وصل ل 66 من 100. 66 من 100 زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي، وهوريكم الباج بتاعه 66 من 100. طيب الموتور ده هو من ضمن شركة ميشيل متواضع المستوردة. المستورد بتاعه ميشيل متواضع، وهو مستورد من الصين، هو موتور صيني. هو كموتور هو موتور عملي، يعني مش وحش مش بطال بالنسبة لسعره. الموتور ملفات نحاس، ساقية نحاس، وش التوجيه، بس وش التوجيه بتاعه بلاستيك. ده يعني مش عارف، هي عيب في وميزه في نفس الوقت. يعني في صناعيه بتفضل ان هي يبقى بلاستيك عشان تمنع الصدى والرواسب، بس هو للاسف بيبقى معرض لاي سخونه زياده عن اللزوم، ممكن وش التوجيه ده بتاعه يسيح. فالناس بتفضل المواتير الوش التوجيه بتاعها ظهر. طيب امكانياتنا ايه كمان؟ امكانياتنا الموتور ده زي ما قلت لكم ان هو صيني. هو قدرته 66 من 100 حصان. الموتور ده يرفع معايا الاول والثاني والثالث والرابع، وفي بعض الاحيان ممكن يرفع معايا لغايه الدور الخامس. بس هو حقيقة لغاية الخامس يعني ضعيف جدا، يعني ما ينفعش يرفع لأكتر من الخامس يعني. والخامس ده مش في كل الأماكن، يعني الخامس ده برضه بناء على قدرة المية اللي داخلة من بره يعني، وبرضه بناء على المواتير اللي راكبة حوالين منه. يعني ما تحطوش انت في جنب 5 6 10 مواتير مية، كل المواتير اللي حوالين منه كلها 1 حصان فعلي و2 حصان، وانت محتاج ان هو يقاوم مع المواتير دي ويشفط منهم. فطبعا ده غلط، يعني ده مش هينفع، فده مش هيقاوم جنب المواتير دي. انما هو لو اشتغل جنب المواتير دي ممكن يرفع معاك الثاني والثالث كويس، انما ما يوصلش للرابع والخامس. طيب بالنسبه لسعره زي ما قلنا ان هو يعني في المتناول، سعره في المتناول، لان هو على حسب امكانياته وقدرته برضه سعره في المتناول. يعني سعره يتراوح ما بين يعني 1900 ل 2100 2100 على حسب المكان اللي حضرتك موجود فيه. الموتور مش وحش مش بطال زي ما قلت لك. فهي طبعا في الدور السابع، اللي كان بيسالني في الدور السابع، طبعا في الدور السابع للاسف ما يشتغلش، لا ما يرفعش عليها، وده اخره خالص يعني الخامس. طيب بالنسبه لان احنا ممكن يشتغل عليه جهاز ولا بالونه ولا ايه، ده ممكن يشتغل عليه الفلوماك العادي، اقل فلوماك في السوق ممكن يشتغل عليه، اي نوع فلوماك يشتغل عليه. ليه بقى؟ لان ده قدرته الاول الثاني الثالث زي ما قلنا الرابع. طبعا حضرتك الفلوماك ده بيشتغل، اي فلوماك عادي كبيره بيشتغل على الثالث والرابع حلو. فانت اي فلوماك عادي، لو هو اي فلوماك في السوق ب 500 جنيه ب 600 جنيه زي ما هيكون صيني اي نوع مش هيفرق معاك خالص. بس طبعا انت لما تجيب فلوماك تجيب فلوماك برضو ايه، يعني يكون من حد محترم علشان يقدر الحساس بتاعه يعيش معاك. يعني مش قصه الموتور، ضغط الماء ده بيتوقف على الموتور، بس الفلوماك ده حساس يحس بالميه عندك انت في الشقه زي اوتوماتيك كده، يظبط لك ضغط الميه بس، يظبط لك ضغط الميه بس، دخول الميه يعني تظبيط للميه بس مش اكتر. انما الضغط الفعلي للميه هو اللي بيتحكم فيه ضغط الموتور، مش الموتور نفسه، مش الفلوماك. مش هطول عليكم اكتر من كده، اتمنى اكون فدتكم في الفيديو ده،
وما تنسوش بقى الاشتراك بتاعكم الحلو والتعليق الحلو بقى منكم كده، ولو في اي حاجه زي ما متعودين ابعتوا لي، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله، واحاول ان انا افيدكم باذن الله في كل الفيديوهات اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.